تخيل معايا كده يا صديقي ان مجرد لعبة تغير حياتك كلها تماما، وبعد ما كنت شخص قوي بقيت شخص قوي برو ماكس، وكل اللي اتعلمته ده تقدر تستخدمه في الحقيقة. ولكن الموضوع مش حلو زي ما انت فاكر، لا، وده لانك هتقابل شخص شرير قادر على تدمير العالم بكل سهولة. فانت بقى مطالب منك انك تترقى بسرعة علشان توصل لنفس المستوى ده. ولكن هل هتقدر انك توصل لمستوى الشرير اللي بيهدد العالم ده، ولا هتقف تتفرج على اهلك واصحابك وهم بيموتوا قدام عينيك؟ ده بقى اللي هنعرفه النهارده يا صديقي. ولكن الاول طبعا ارزع زرار اللايك واذكر الله وصلي على النبي، والان دعونا نرى ما الذي جرى. بتبدأ حكايتنا وبنشوف مجموعة من البنات بتجري في الصحراء، وده لان بيجري وراهم مجموعة من اشباح الذئاب الصحراوية. فالبنات دول بيفضلوا يصرخوا على امل ان اي حد يسمعهم ويجي يساعدهم بسرعة قبل ما الذئاب دول يتعشوا بيهم. ولكن واحدة من البنات دول بتسأل قائدتهم هنعمل ايه دلوقتي؟ شكل مفيش حد هنا كده علشان يساعدنا. ولكن القائدة بتقول لها ما تقلقيش، في غابة قدامنا اهي، حاولوا تسرعوا بس كده وتتسلقوا كده على شجرة من الاشجار، لان الذئاب كده كده مش بتعرف تتسلق. ولكن فجأة بتقع واحدة منهم وهي بتجري، فواحد من الذئاب بيستغل ده وبينقض عليها كده بسرعة كبيرة، والبنت يا عيني بتقابل مصيرها وبتستنى الموت وهي على أعصابها. ولكن في اللحظة دي بيظهر بطلنا كريس، وهنا بيخلص على الذئب ده بسرعة. وعمنا كريس ده صياد وحوش انما ايه قوي جدا. المهم بقى كريس بيروح ياخد سيفه والبت بتكون مبهورة بيه، ولما بتستعلم عنه بتلاقيه من المستوى الاول، فبتفكروا لسه منضم للعبة جديد. ولكن عمنا كريس ما بيكتفيش بكده وبيروح يخلص على الذئاب دي، والبنات دول ما بيكونوش مصدقين ازاي مبتدئ قدر يخلص على 5 من الذئاب الصحراويين اللي من المستوى الثالث. ولكن في اللحظة دي بتيجي مجموعة كبيرة جدا من الذئاب دي، وهنا بقى البنات بيترعبوا وبيقولوا له لو هتقلب بعكننة يبقى الجري نص الجدعنة، اجري يا اسطى دول اكيد جم على ريحة الدم. ولكن عمنا كريس بيفضل واقف ولا بيهمه الكلام ده. فالقائدة بتقول له انت بتعمل ايه عندك؟ اجري بسرعة، العدد ده من الذئاب قادر انه يقتل قرية كاملة، اجري بسرعة قبل ما يقطعوك. ولكن كريس بيعرفها انه عايز يتقطع، وبيفعل النظام هنا علشان يستدعي وحوشه. والنظام بيسأل كريس هل عايز تستدعي عصابة الهياكل العظمية؟ فكريس هنا بقى بيقول له ايوه، وبعد كده بقى بيأمرهم ان هم يخلصوا على الذئاب دي. فالهياكل العظمية بيهاجموهم وبيكونوا معاهم سيف ودرع، ولما الذئاب كانت بتهاجمهم كانت الهياكل العظمية دي بتصد الهجوم، والمعلم كريس بيستغل ده وبيقتل فيهم، وبيكرروا العملية دي لحد ما بيخلصوا على كل الذئاب. والنظام هنا بيهني كريس انه قتل 16 ذئب صحراوي، وبيعرفوا ان كفاءته زادت بنسبة 5%، وحصل على اسنان وجلود الذئاب دي و160 نقطة خبرة. وهنا بقى البنات ما بيكونوش مصدقين انه خلص على كل الذئاب دي، وواحدة منهم اسمها زوي بتسأله بتقول له هو انت ساحر؟ فكريس بيقول لها ساحر ايه، انا صياد. فزوي بتقول له ازاي انا ساحرة زيك وفاهمة ان انت استخدمت مهارة الاستدعاء. فالمعلم كريس بيعرفها انه حصل على مهارة محظورة من مستوى الاس اس اس، وكريس بيعرفنا انه اتولد من جديد بعد كارثة النجم الشيطاني، وده لان من 10 سنين العلماء لاحظوا النجم الشيطاني ده ولكن ما اهتموش، وعلشان كده كل العالم كان بيتكلم عن اللعبة اللي انطلقت جديد دي لانها كانت سبق التكنولوجيا الحديثة في العصر ده، وعلشان كده كانت بتنقلك لعالم تاني متطور بمجرد لبس خوذة الالعاب دي. وكانت اللعبة كلها متعة وحماس، ولكن محدش كان مهتم بيها لحد اما جه النجم الشيطاني ده ودمر الارض. ولكن مجموعة من البشر اللي تميزوا في اللعبة دي حصلوا على قوة اسطورية، واللي علشان كده اتسموا باسم المختارين،
علشان يقفوا في وش التهديد ده. ولكن سيد الشر المسؤول عن كل ده كانت قوته كبيرة جدا، ودمر العالم كله بسبب قوته وأتباعه المرعبين. وفي الحادثة دي فقدت عائلتي، وهنا بقى قررت الانتقام. ولكن بالرغم اني كنت من افضل المختارين للأسف مت. ولكن مهاراتي خلتني اقدر ارجع بالزمن، والمرة دي حصلت على مهارة استدعاء الظلال. ولكن لازم المرة دي استعد كويس علشان اقدر احمي عيلتي والعالم كله من سيد الشر. والمعلم كريس بيفكر كده ان لسه دول وحوش ضعيفة وعاديين، وده لان زعمائهم الاقوى منهم لسه ما ظهروش لحد دلوقتي، فان هو يكسبهم مش حاجة صعبة. ولكن هو عايز الزعيم بتاعهم، واللي لو قدر يمسكه ده هيكون الانتصار الاهم والاكبر. وعمنا كريس بقى بيستخدم قوته وبيستدعي ظلال الذئاب دي. هو الموضوع ماله كده قلب سولو ليفلنج كده ليه يا عمنا؟ ما علينا. وبطلنا بيدخلهم فريقه وبيطلع كده بوابة سحرية، وبيقول انا لازم اجمع جيش قوي زي سيد الشر علشان مفيش حد يقدر يقف قصادي. ولكن قائدة الفريق ما بتكونش مصدقة، مصدومة من جمدان عمنا كريس، وبتسأله انت مين يا عم بالظبط؟ انت مستحيل تكون مبتدئ زينا. فكريس بيقول لها ده مش وقت تعارف دلوقتي. فالكل بيقول له ليه؟ الخطر راح خلاص. ولكن فجأة النظام بيعرفوا ان ملك الذئاب الصحراوية جاي ينتقم. فكريس بيقول له حلو قوي الكلام ده، انا كنت لسه هدور عليه. ولكن في الوقت ده السماء بتنشق كده وبيطلع منها ملك الذئاب اللي من المستوى السادس، والمغامرين بيشوفوا ده وبيخلعوا بسرعة من المكان. وده لان هم عارفين ان مدى هجمته 50 متر، والكل بيشوفوهم بيجروا فبيجروا وراهم. ولكن الذئب بيسدد لهم ضربة بيخلص عليهم كلهم. والمجموعة اللي هربت بتشوف الذئب وهو بياكل معظم المغامرين، فبيكونوا بقى مرعوبين لان معظم اصدقائهم بيتاكلوا قدامهم. ولكن واحد منهم كده بيكون عايز يروح ينتقم، ولكن الكل بيمنعوه لانه مستحيل يقدر عليه لوحده، ده حتى هم كلهم بالنسبة له ولا حاجة. ولكن في اللحظة دي بيجي عمنا كريس، واللي بيدخل كده بكل ثقة على الذئب ده، والكل بيحاولوا يحذروه وبيقولوا له ابعد بسرعة من هنا. ولكن عمنا كريس بيدخل كده بكل ثقة وبيبص في عيون الوحش، وبيقول ان في حياته السابقة دخل في قتال مع ملك الذئاب ده، ولكن كنت انا وفريق، وللأسف 2 منهم ماتوا وكان هو كمان هيموت، ولكنه قدر بصعوبة يتخلص منه. ولكن بطلنا بيقول بس انا المرة دي مش نفس الشخص العبيط ده. والملك بيهجم كده، ولكن عمنا كريس بيكون سريع جدا، فالنظام بيحذره لان ملك الذئاب كده دخل في حالة جنون، اتجنن يعني. بس الكل بيكون ملاحظ ده حتى كريس، وده لان الملك ده بيهاجمه بكل شراسة. ولكن عمنا كريس بيقول له تعالى لي يا حبيبي، وبيستدعي البوابة السحرية دي من تاني. والبوابة دي يا صديقي هي العالم اللي بيخبي فيه جيوشه، واللي اول ما البوابة دي بتفتح بيخرج منها جيوش كريس كلها، واللي بيستعدوا للقتال ضد ملك الذئاب. ومحدش بيكون مصدق اللي شايفه ده. ولكن عمنا كريس هنا بيتحكم في جيوشه علشان يهاجموا الملك، واللي بالفعل بيسببوا له اصابات كتير. والطبيعي بقى ان الملك ده يتعصب ويهاجمهم على طول. ولكن عمنا كريس بيكرر حركته دي وبيستغل انه مشتت، وبيسدد له هنا كده ضربات سريعة وقوية جدا. ولما ملك الذئاب بيستهدف كريس فبيتحكم في الجيوش دي علشان يهاجموا الملك ويزودوا اصاباته. ولكن ضربات الذئب دي بتسبب 15 نقطة ضرر في الهجمة، ونقاط حياة ملك الذئاب ده 3400. ولكن بطلنا بيفضل يكرر تكتيكه الذكي ده لحد ما بيسدد له الضربة القاضية وبيخلص عليه. ولكن الملك بتكون قوته رجعت ل10 تاني. فكريس بيقول انت عجبتك الضربة القاضية ولا ايه؟ ولسه هيخلص عليه كده. ولكن باقي المغامرين بيستعبطوا وبيكونوا هما اللي عايزين يخلصوا على الملك علشان ياخدوا
وهم الغنائم. ولكن تفتكر عمنا كريس هيسكت على الكلام ده؟ لا طبعا يا زميلي، بيسدد لهم ضربة بسيطة بس بتخلص على الكل. وهنا بقى بيقول ايه ده انا لمستهم بس، شكل كده بقيت مفتري. والكل هنا بيترعب منه، وده لانه قتل 3 بحركة واحدة بس يا ابن اللعيبة. وفي الوقت ده ملك الذئاب كده بيحاول يقف على رجليه من تاني، ولكن كريس بيقول له انت لسه فيك حل، وبيسدد له ضربة هنا كده بيخلص عليه. فالنظام هنا بقى بيهنيه انه قتل ملك الذئاب اللي من المستوى السادس، وبيعرفه انه كسب 480 نقطة خبرة وجوهرة سحرية. ولكن كريس بيقول له انا مش مهتم لكل ده. فالنظام بيقول له ايه ده، ازاي الجوهرة دي قادرة ان هي تنتقل كده لعالم تاني وتبادل معداتك العادية دي بمعدات اسطورية؟ ولكن كريس بيقول له هي حلوة، ولكن انا لسه لازم اوصل للمستوى ال60 علشان اروح لعالم الشياطين واخد منهم معدات شيطانية. وبطلنا بقى بيروح علشان يصحي ملك الذئاب ويضمه لجيشه، وده علشان يكون اول زعيم ينضم لجيوشه. ولكن مستواه بيكون ضعيف، والملك ده حجمه كبير جدا وما بيتحسبش بواحد. فالنظام بيقول له افتح الصندوق الفضي، واول ما كريس بيفتحه النظام بيفضل يمنحه كده مكافآت كتير جدا، وبيعرفه انه دلوقتي وصل للمستوى الرابع ومعظم قوته اترقت 10%. والمعلم كريس هنا بقى بيقول حلو قوي الكلام ده، مع اني خسرت عدد كبير من جيوشي ولكن ده فضى مساحة للملك. ودلوقتي بقى بعد ما اترقيت بقيت اقدر اضم 40 فرد لجيشي. وبالفعل المرة دي بيحاول مع الملك وبيقدر يستدعي جثته، والكل هنا بيشوف اللي حصل ده وبيكونوا مرعوبين، وبيقولوا الشخص ده اخطر من اي شخص في العالم. واول لما عمنا كريس بيبص عليهم كده الكل بيختفي في ثانية يا صديقي. وهنا بقى كريس بيقول انتوا لسه موجودين، وبيقرب عليهم اكتر، والكل بيكون هيعملها على نفسه من كتر الرعب. ولكن كريس بيصدم الكل وبيدي الواحد منهم سيف قوي وبيسيبهم وبيمشي. والكل هنا بقى بيكون مصدوم لان السيف ده سعره غالي جدا. وفي الوقت ده المعلم كريس هنا كده بيحس بحاجة غريبة، وبيلاقي ان الجهاز بتاع اللعبة عايز يتشحن. فكريس هنا بقى بيرجع للعالم الحقيقي وبيقعد يفكر شوية، وبيقول لنفسه انه قبل ما يموت لاحظ حاجة غريبة، وهي ان سيد الشر معاه قلادة لواحدة من اكبر النقابات في اللعبة كلها. فهل بقى النقابة دي هي نفسها اللي في عالم المد والجزر؟ ولكن للأسف مش هقدر اعرف الا لما اطور نفسي، لان باقي عوالم اللعبة محتاجة اكون في المستوى العاشر علشان ادخلها، فلازم بقى الحق اطور نفسي بسرعة. ولكن الصدمة انه بيلاقي بطاقات الهياكل العظمية معاه، وبنعرف هنا ان الاشخاص المختارين يقدروا يستخدموا قوتهم دي حتى في الحياة الحقيقية، وايه بكل التفاصيل اللي كانت في اللعبة. ولكن بطلنا بيخفي كل ده وبيقوم يحضر الاكل كده لعيلته، وده علشان يقضي معاهم وقت جميل. هو صحيح ما بنحسش بقيمة الحاجة الا لما بتروح، ولكن بطلنا كان مدمن لألعاب الفيديو لدرجة انه كان بيتلخبط في اسماء اهله. ولكن لما عرف ان عيلته هتموت قرر يقضي وقت اكتر معاهم، وعيلته ما بتكونش مصدقه انه اخيرا خرج من غرفته، لا وكمان عنده مهارات طبخ اسطوريه. فكريس بيعرفهم ان دي مش اخر مره وهيتعلم لهم اطباق كتير مختلفه. ولكن بعد كده بقى بطلنا بيروح الاكاديميه والتمارين بسرعه، وده علشان يرجع يرقي مستواه ويتطور بسرعه في اللعبه. ولكن المكان اللي بيراستر فيه بيكون فيه مجموعه كده من الطيور الجارحه، فبطلنا طبعا بدون اي تردد بيخلص على واحد من الطيور دي بسرعه، والنظام بيمنحه هنا 15 نقطه خبره. وكريس بيقول 15 نقطه بس، يلا اهو احسن من ما فيش. وهنا بقى بيروح كده يخلص على كل الطيور دي، وبعد كده بقى بيلاقي عشيره من الذئاب الصحراويه. ولكن تفتكر بطلنا بيفرق معاه الكلام ده؟ اكيد لا. وبطلنا بقى بياخد جرعه زياده كده من الخصائص وبيزود كل حاجه عنده بنسبه 10%. وكريس بيقول يلا خلينا نسخن شويه، فبيقتله كده حوالي 11 ذئب في 8 كمان، وبس بيخلص تسخين
وبيلاقي العشيرة كلها كده بتهجم عليه، ولكن كالعادة عمنا كريس بيحط عليهم كلهم وبعد كده بيحولهم لجيوشه. وبعدها بقى بيروح للمدينة وبيتوجه كده ناحية منزل شخص كحيان، ولكن بنعرف ان الشخص الكحيان ده اصلا راهب، والراهب ده كان بيدرب بطلنا في حياته القديمة. ولكن الراهب ده بيقول له عايز ايه يالا؟ فكريس بيقول له عايزك تدربني وتديني من مهاراتك وقوتك السحرية، وطبعا بيديله فلوس كتير تمن ده. والراهب بيقول له طالما هتدفع تبقى صاحبي وحبيبي وكفاءة، وبيديله جزء كبير من قوته. والنظام بقى ايه؟ ما بيكونش ملاحق عليه من القوة والمهارات اللي اكتسبها. وبطلنا بيلاقي نفسه هنا كده مستعد للمواجهة، فبيروح على طول على كهف الكربونايت. وكالعادة طبعا النظام بيهنيه على اكتشافه وانه وصل للكهف، ولكن بطلنا ما بيكونش مهتم بالهبل ده، وده لان هدفه بس هو الوحوش الاسطورية اللي جوه واللي بتكون من المستوى الخامس، وده علشان يقدر يطور جيوشه ويرتقي بالمستوى اسرع. فبطلنا بقى بياخد عقار كده وبيزود القوة والرؤية في الظلام، ولكن ده لمدة 30 دقيقة بس. وبطلنا هنا بيطلع 3 من جيوشه كده علشان يستكشفوا المكان، وبيدخل الكهف ده مع انه عارف انه موطن للوحوش. ولكن في اللحظة دي بيهجم عليه كده واحد من الوحوش، ولكن بطلنا بيكون شايفه كويس وبيقدر يخلص عليه بكل سهولة. ولكن لحظة ما الوحش ده بيموت الجيش بتاعه بيظهر على طول، واللي بيكون عددهم كبير جدا وكمان مسلحين. والنظام بقى بيعرفوا ان في الكهف ده قوتهم وسرعتهم بتزيد بنسبة اعلى. فالمعلم كريس بيتصدم اول لما بيشوف العدد ده، وبيعرف هنا قوتهم واللي مش هيقدر عليها لوحده. وعلى طول كريس كده بيستدعي فريقه وبيقول لهم يلا اطلعوا شموا هوا علشان الصيد الحقيقي هيبتدي دلوقتي. واللي بالفعل بتبدأ المجموعتين يهاجموا بعض، وبتبقى معركة صعبة ووحشية ولكن متكافئة من حيث القوة. وطبعا بطلنا كريس اكيد طبعا ما بيكونش ساكت كل ده، وبيكون بيحارب معاهم واكيد بيدشملوهم بكل سهولة. وبعد كده بقى النظام بيهني كريس على انتصاره ده وانه وصل للمستوى السادس بنجاح. ولكن الكلام ده ما بيعجبش زعيم الوحوش واللي بيهجم عليهم كده بسرعة كبيرة، ولكن ده اللي كريس اصلا كان مستنيه، هو ده اللي كان عايزه من الكهف ده. فكريس بيقول له يا راجل كنت فين من بدري؟ ده انا مستنيك بقالي كتير. ولكن في اللحظة دي النظام بيعرفه انه مش وحش عادي وانه قوته كبيرة جدا، ده غير انه مستوى اعلى منك، يعني ما تستهترش بيه للدرجة دي. وبيحاول الوحش ده يهاجم كريس كده بكل قوته، ولكن كريس بيراوغه بسرعة وبيلزقه في الحيطة، وبيحاول يستغل ده وبيفضل يهاجم فيه. ولكن علشان فرق المستوى فعمنا كريس الهجوم بتاعه ده ما بيكونش كفاية علشان يخترق دفاعات الوحش. وهنا بقى الوحوش بتحاصر كريس وبيكونوا خلاص هيخلصوا عليه، ولكن علشان كريس سريع ومتدرب على المهارات دي فبيلحق نفسه كده بسرعة كبيرة. وكريس بيقول دي حاجة متوقعة جدا منكم، وده لان الزعيم ده من النخبة ويمكن اقوى من ملك الذئاب بتاع 3 مرات، وعلشان الهجوم القوي ده فانت فعلا مش سهل زي اللي جم قبلك. فالمعلم كريس بيقعد يفكر كده ازاي يتخلص منه، ولكن اول حاجة لازم يعملها هو انه يحافظ على المسافة اللي ما بينهم، وده علشان يضمن انه يقدر يخلص عليه من غير اي اضرار كبيرة. وكريس بيستدعي فريقه وبينفذ نفس الاستراتيجية دي، وبيهاجموا مرة واحدة كده كل ما الزعيم ده بيفقد الانتباه. وبعد كده بقى بيهاجم بالوحوش علشان يشتتوا تاني، وبيمنح فريقه تعزيزات قوية علشان يسببوا له اضرار كبيرة. وكريس بيعرفهم هنا انهم ينطلقوا والكل يهاجم هجوم جماعي. فالمجموعة كلها بقى بتستخدم مهاراتها كده في نفس الوقت، وبيهاجموا الزعيم ده بكل قوتهم، والوحش ما بيكونش قادر يقاوم من كمية الهجوم دي. وكالعادة طبعا كريس بيكون واقف من بعيد مستني الوقت اللي هيدخل فيه. فلما بتيجي بقى اللحظة المناسبة بيستخدم مهارة النار كده وبيهاجم الزعيم ده، ولكن في اللحظة دي الزعيم بيتجنن وبيفك نفسه وبيهاجم كريس بكل عصبية.
ولكن عمنا كريس كان متوقع الكلام ده، واللي على طول بيستخدم مهارة الاختفاء كده علشان الزعيم ما يشوفوش ولا يعرف الضربة جاياله منين. وفي الوقت ده الزعيم بيدور عليه علشان يهاجمه، ولكن بيكون كريس جاي من وراه وبيهاجمه وبيقول له كان نفسي تقضي معانا وقت اكتر من كده، ولكن دلوقتي جت لحظة انك تروح لمنزلك الجديد وهو الجحيم. وبيطعنه بالسيف من ظهره، فبيحاول الزعيم كده يهرب منه، ولكن كريس بيبقى مسيطر عليه وبيأمر الوحوش دي تهاجم الزعيم ده. ولكن الغرض من الهجوم ده انه يكتشف هل درعه اتحطم ولا لا. فاول لما بيلاقي الوحوش قدرت تهاجمه كده بكل سهولة، بيستخدم مهارة النار دي تاني كده وبيخلص عليها. فالوحوش هنا بقى بتتعصب علشان زعيمهم مات، وكلهم بيهاجموا كريس علشان ينتقموا منه. ولكن باقي الفريق بيهاجموهم بسرعة كبيرة وبيقدروا ان هم يتصدوا ليهم، والمعلم كريس بيساعدهم وبيقدروا ان هم يخلصوا عليهم. وهنا بقى النظام بيهني كريس انه قدر يخلص على الوحوش دي، وطبعا بياخد مكافآت كبيرة. ولكن كريس بيشوف وحش تاني كده وبيقول له ايه يالا رايح فين؟ هو انت فاكر ان دخول الحمام زي خروجه؟ وبيسدد له ضربة قوية جدا وبيخلص عليه. فالنظام بقى بيعرفه انه نجح وخلص المهمة المطلوبة، واضاف له كده 50% خبرة مكافأة. والنظام كمان بيعرفه انه وصل للمستوى التاسع بنجاح. وبعد كده بقى بنشوف المعلم كريس واللي بيكون مبسوط جدا بالمستوى الجديد. فكريس بيفكر كده هيعمل ايه بعد كده، وده لانه خلاص باقي خطوة واحدة بس ويوصل للمستوى العاشر، واللي طبعا هيخليه يوصل للمدينة الرئيسية بكل سهولة، واللي بيكون مكانها في الصحراء الغربية. ودي بقى مكان مش اي حد بيروح. وكريس بيقول خلاص مهاراتي مكتملة وجيشي مستواهم كويس جدا. ولكن ده بالنسبة للمعارك اللي خاضها لحد دلوقتي، لانه ما يعرفش المستقبل مخبيله ايه بالظبط. ولكن قبل ما يمشي بيشوف صندوق كده كنز كبير، واللي على طول بيروح كده علشان يفتحه. فالنظام بقى بيهنيه وبيعرفه انه كسب 20 قطعة ذهبية من الكنز ده. وكريس بيعرفنا هنا ان البنوك الكبيرة في الحياة السابقة كانت بتعمل تبديلات العملات الذهبية دي وعملات العالم الحقيقي. وبنعرف كمان ان القطعة الذهبية الواحدة كانت بتساوي 200,000 دولار، ولكنها زادت بشكل مجنون لحد ما وصلت ل 2 مليون في العالم الحقيقي. والمعلم كريس هنا بيقول على كده بقى الشنطة اللي في ايده دي لو بدلها في العالم الحقيقي هيبقى معاه ثروة كبيرة. ومن ضمن هدية الصندوق عصا ملك الشموع، ودي بقى هدية أبدية ويقدر يستخدمها في الأماكن الضلمة، وده علشان يقدر يشوف المدى البعيد، وكمان ملهاش وقت زي الإكسير. والهدية التالتة بقى قناع الجمجمة، وده سلاح من الأسلحة البرونزية، وإن اللاعب اللي بيلبسه هيكون الضرر اللي عليه قليل جدا وممكن يوصل ل5% بس. ولكن أقوى هدية هي القفازات الفضية. والنظام بقى بيعرف كريس هنا إن دي قفازات من الأسلحة الفضية، وإن دي بالتأثيرات بتاعتها كانت هتخلي المعركة بين كريس والزعيم متساوية، ويمكن كريس هيبقى أقوى كمان. فالمعلم كريس هنا بيشكر النظام على الهدية دي وإنه عرفه استخدامهم إيه، وبيكون متحمس جدا علشان يجرب الأدوات الجديدة. وده لأن الأسلحة اللي من المستوى البرونزي هتضيف له حاجات كتير، وكمان القفازات هتضيف قوة للجسم وهتخلي كده بنفسه قوة الزعيم، واللي هو أنا متشوق إني أجربهم جدا. وبعد كده بقى بنشوف مجموعة جديدة واللي عبارة عن 4 لعيبة، واللي هم توكي وجريك وجوان وقائدهم كورك. والمعلم كورك ده بيبقى واقف كده ومبسوط جدا وبيقول لهم دول كانوا شوية ذئاب عاديين ما خدوش مننا وقت، والمعركة معاهم ما كانتش صعبة. ولكن توكي بيعرفوا ان ده علشان هم سوا بس، لان علشان هم مع بعض قوتهم بتندمج وبيقدروا على اي حاجة. ولكن كورك بيقول له يا عم ما تزيدش، ده لولا اللعيبة اللي خلصت على ملك الذئاب دول كان زماننا من ضمن الضحايا اللي في المنيو بتاع الوحوش. فبيرد عليه زميله جوان وبيقول له يا عم ده كان محظوظ، انا مش عارف ايه نوع الحظ ده يا اخي، ربع حظه بس ومش عايز حاجة من الدنيا خلاص. ده انا مستحيل كنت اصدق لو ما شفتش بعناية.
ولكن القائد كورك بيعرفهم هنا ان هم لازم يلاقوا الشخص ده ولازم يحاولوا ان هم يضموه لفريقهم، وده لانه هيطور مستوانا بشكل كبير، وساعتها كمان مفيش فرقة هتقدر ان هي تظهر قدامنا ولا يفتكروا ان هم هيتقدموا على مستوانا بسهولة كده. ولكن المعلم جوان هنا بيكون متضايق ان كورك مدح في قوة كريس، وده لانه مش المفروض يقول كده على شخص ما يعرفوش وما قابلوش قبل كده اصلا، وبيقول لنفسه هو ازاي يزعلي علشانه كده اكتر من مرة، ده انا لو شفت كريس ده مش هحله هعلمه الادب. ومرة واحدة كده جوان بيزعق وبيقول لكورك اللي اصلا مشي استنى بس يوم ما قابله وهتشوفني وانا بخلص عليه قدامك علشان تعرف وقتها مين الراجل الاقوى اللي بجد، انا ولا هو. ولكن توكي بيقول له اهدى بس يا عمنا، ما تعصبش نفسك كده، ده مجرد اي كلام، سيبك من اللي بيحصل هناك ده وبص هنا كده. والمعلم بيبص فبيلاقي ساحرة جميلة كده شكلها تايهة في الغابة، وبعد كده بقى بنروح للساحرة دي واللي اسمها تينا واللي بتكون فعلا تايهة. فالمعلم جوان بيقول لهم طب والله احنا محظوظين، وبيضحكوا كده كلهم بخبث. وعلى الجانب التاني بنشوف المعلم كريس كده وهو ماشي في الغابة وبيقول ان كده في زعيم جديد اتضاف في جيشي، ده غير ان اللعبة ضافت اكتر من زعيم جديد وكلهم اقوياء جدا، وده لان اللعبه زودتهم بقدرات قتاليه كبيره جدا، فلازم انه يستمر على نفس النظام ده علشان ينتصر عليهم في المستقبل. ولكن فجاه كده عمنا كريس بيسمع صوت استغاثه الساحره واللي بتطلب من اي حد يساعدها وبتقول ابعد عني ما تقربش مني. وبعد كده بقى بنشوف تينا واللي بتطلب منهم ان هم يبعدوا عنها، ولكن واحد منهم بيقول لها ما تخافيش احنا مش هنأذيكي، احنا بس عايزين نتعرف عليك، ده لاني اصلا مش مصدق اني قابلت بنت جميله زيك كده في الغابه. والمعلم جوان بيقول لها ما تخافيش قوي كده احنا بنهزر وبنلعب معاكي. فالشخص اللي معاه بقى بيقول لتينا ما تزعليهوش بقى، ده نائب الرئيس بتاعنا، يعني خليكي كده لذيذه معاه واحنا مش هنأذيكي، انا ما كانش نفسي اذي واحده حلوه زيك، ولكن هتستفيدي من نائب الرئيس ده كتير ولازم نسمع كلامه كلنا. ولكن تينا بتبقى خايفه منهم، ابعدوا عني يا متوحشين، انتوا مالكوا ومالي، انا اللي هيقرب لي هديله بالبتاعه دي على دماغه. ولكن جوان بيضربها وبيقول لها بقى كده طب وريني بقى هتعملي ايه، وبيحاول كده يتعدى عليها غصب عنها وبيضربها وبيقول لها اما انت عبيطه بصحيح، هو انت فاكره انك ممكن تاذيني، ده انت عيله ساذجه قوي. ولكن تينا بتقعد تقاوم وبتقول له ابعد عني امشي من هنا. ولكن جوان بيقول لها اعملي اللي انت عايزاه، انا مش هسيبك تتحركي من هنا، وكل ما تقاومي بقى الموضوع ممتع اكتر. ولكن في اللحظة دي بيتدخل بطلنا وبيضرب جوان كده ضربة قوية واللي بتطيره لبعيد، وده وسط صدمة الجميع على نائب رئيسهم. ودي بقى بتكون اول مرة كريس يجرب فيها القفازات الجديدة واللي بتعجبه جدا، وبيقول دي طلعت اجمد مما كنت متوقع. ففريق جوان هنا بقى ما بيعجبهمش اللي حصل للرئيس بتاعهم، ولكن ما بيكونوش عارفين عمنا كريس كويس وبيقولوا له ده انت يومك اسود يالا، انت مين وبتعمل ايه هنا؟ فواحد تاني بقى بيقول له انت مش عارف انت ضربت مين؟ اللي انت عملته ده اهانة لفريقنا كلنا، فريق الدماء الاحمر، انت حكمت على نفسك بالموت خلاص. ولكن كريس هنا بقى بيضحك وبيقول لهم ده واضح كده ان مش بس الفريق اللي حمر، لا بس بنعرف ان من فترة كبيرة اتأسس اول فريق في قرية ساندا للمبتدئين، وان معظم اعضاء الفريق ده كانوا لعيبة من فئة الشياطين الحمر واللي بيعملوا كل حاجة غلط واي حاجة لها علاقة بالشر. ولكن فئة الدماء الحمر دول اشخاص بتعمل كل حاجة زي السرقة والهجوم على الناس واي جرائم من دي، وده طبعا علشان الفلوس، وان النظام بيحدد من خطورتهم دي لانهم مجانين. وعلى الرغم من ان سيد الشر لسه ما ظهرش، بس اللاعب اللي بيموت هنا ما بيموتش في الحياة الحقيقية ولكن بينخفض مستواه، وانخفاض المستوى ده بيكون له تأثير كبير جدا على حياة اللاعب واللي هيسبب له خسارة كبيرة جدا في المستقبل. وفي الحياة الأولى الفئة الخبيثة دي عملوا مشاكل كتير وكانوا سبب ضرر
ضرر كبير للناس. المهم فالمعلم كريس ده بقى بيقول لهم يعني انتوا بقى تبع فريق الدم الحمر قلتولي. فبيرد عليه واحد منهم كده وبيقول له ايوه احنا الفريق الاول في المدينة واصحاب كل حاجة هنا في القرية، واللي انت ضربته دوت يبقى مساعد الرئيس بتاعنا، فانت فعلا لازم تخاف لان انا لو مكانك هخاف. وبيهددوه انه خلاص كده ميت وان فات الاوان كمان على انه يعتذر، وده لانهم هيخلصوا عليه دلوقتي، الا بقى لو انحنى مكانه كده علشان يقطعوا ايده اللي اتمدت على الرئيس وكمان يعتذر بعدها. ولكن ما بيلحقش يكمل كلامه لان كريس بيطير من ما بينهم وبيجيبهم على الارض. والصدمة بقى ان كل واحد فيهم هنا بيفقد دراعاته. والمعلم كريس بيقول لهم انا بجد مش عارف مين فينا اللي ايده هتتقطع هنا، ولكن انا اوعدكم اني هقطع ايديكم ولسانكم كمان. فهنا بقى بتنبهر تينا بقوة كريس وبتقول لنفسها هو ازاي قوي كده. ولكن في اللحظة دي المعلم جوان بيفوق كده وبياخد جرعة قوة، وده علشان يقدر يستعيد اي جزء من قوته. وبيتوعد كريس بيقول له انا هنتقم منك على اللي عملته ده وهحط عليك. وبيقوم المعلم جوان كده وبيقول له بقى انت يالا تعمل فيا كده، ده انا هطلع روحك في ايدي دلوقتي. وبيقف جوان وفريقه كده قدام كريس وبيقولوا له يلا ورينا بقى نفسك يا عم الجامد، يلا يا حامل حمى بقى انت تضربني انا وكمان تهين فريقي، ده انت هتسلم على الشهداء اللي هناك. ولكن في اللحظة دي القائد كورك بيوصل وواحد من الفريق بيشاور لكورك وبيقول له هو ده اللي ضرب اخوك يا كبير وكان عايز يموته، فاوعى تسكت له ابدا، هات لنا حقنا علشان كرامتنا اللي بعترض دي. فالمعلم كورك هنا بقى بيتعصب وبيقول له بقى انت تعمل في اخويا كده، ده انا هنفخك. ولكن اول لما بيقرب منه وخلاص هيهاجم كريس بياخد باله من عينيه الباردة واللي ما بيكونش هاممها اي حاجة خالص ولا باين عليه الخوف اصلا. فكورك بيتوتر وبيركز كده لحد ما بياخد باله من ادوات كريس الفضية واللي هي سيفه اللامع واللي قادر يقطع اي حاجة، ده غير بقى وقفته اللي كلها قوة وهيبة وباين عليه كده انه مش خايف ولا قلقان. فواحد من فريق كورك بيقول له انت بتفكر في ايه يا رئيس؟ لازم ترجع حق اخوك، لازم تعلم الطفل ده الدرس لان الشخص ده محتاج يتربى من اول وجديد. ولكن كورك بيبقى واقف متوتر كده وقلقان جدا لانه عارف كريس وعارف انه بمستوى زعيم او اعلى كمان، وبالسيف اللي في ايده ده يقدر يخلص عليهم كلهم بكل سهولة. ولكن الصياد اللي من الفريق ده بيقول لكريس ده انت هتتنفخ دلوقتي، انت مش عارف الرئيس بتاعنا ده قوي ازاي، ده هيعلمك الادب علشان تبقى تفكر تقرب مننا تاني، سامع يا غبي؟ ولكن المعلم كورك بيقول له كده من جواه اسكت يخرب بيت امك، هتودينا في داهية كلنا، انت مش عارف ده يبقى مين، حطيتونا في مصيبة كبيرة الله يخرب بيوتكم. فالمعلم كريس هنا بكل برود كده بيسأل كورك بيقول له انت بقى رئيس فريق الدماء الحمر. ولكن كورك بيبقى واقف كده ومش عارف يعمل ايه ولا يرد بايه، وده لانه بيفكر ازاي يحل المشكلة ويتجنب المعركة دي، وده علشان ما يموتوش كلهم. ولكن بيقول ما ينفعش لانه لازم يحافظ على كرامته وكرامة فريقه. وفي اللحظة دي بيظهر المعلم جوان تاني كده وبيحاول يهاجم كريس بكل غضب، ولكن تينا بتقول له خلي بالك. والمعلم جوان بيقول له ده انا هطلع روحك، يلا بقى وريني نفسك، انا هلا تضربني وتطيرني من مكاني كده. ولكن في اللحظة دي المعلم كوركو هو كمان بيتشجع وبيقول لكريس اللي انت عملته ده اهانة لينا كلنا واحنا ما بنسمحش في اهانة كرامتنا، وعلشان اللي انت عملته ده كان اسوأ قرار خدته في حياتك كلها فانت حكمت على نفسك بالموت النهاردة. وهنا بقى بيهجم الاخين على كريس، ولكن كريس ولا بيفرق معاه الكلام ده ولا بيحتاج اصلا انه يتحرك من مكانه، وبيقول لهم ايه انتم فاكرين ان قدراتكم العبيطة دي ليها لازمة؟ انا هوريكم القوة الحقيقية شكلها عامل ازاي. والمعلم كريس هنا بقى بيستدعي كده الزعيم الوحوش، والزعيم على طول بيسدد ضربة قوية جدا لجوان بيطيره من مكانه مرة تانية. وبيبص كريس لكورك كده وبيقول له كنت بتقول ايه؟ سمعني تاني كده. ولكن قبل ما يرد عليه كريس بيهاجمه وبيسدد له ضربة قوية، والمعلم كورك بيقع على الارض وبيقول يا ليلة سودا
كده هو ايه اللي انا عملته في نفسي ده؟ فالمعلم كريس بيضحك وبيقول له انا من فريق الرمال السوداء، يعني انت اقل من اني احاول اضيع طاقتي ووقتي عليك، واللي حصل ده اقل حاجة ممكن تستاهلوها. ولكن كورك بيقطع النفس وبيموت خلاص، وبيتبقى جوان واللي مات هو كمان من ضربة الزعيم القوية. فالنظام هنا بقى بيعرف كريس انه اتكشف ليهم وخلاص عرفوا هو مين، بس لانه قتل بشري فهتعلى عنده قيمة الشر نقطتين زيادة، واكيد دي حاجة مش حلوة لانها تعتبر تروفي او اشارة للشر. فالمعلم كريس بيفكر كده وبيعرفنا ان القانون بيقول انه لو ما اضافش اي قيمة جديدة للخطيئة دي خلال الاسبوع ده فالقيمة اللي موجودة دلوقتي هتختفي تماما. وفي الوقت ده بيهرب اعضاء فريق كورك، ولكن وهم بيقولوا مات الرئيس ومساعد الرئيس، اهربوا بسرعة لا تموتوا انتوا كمان. فتينا هنا بقى بتقول لكريس الحق دول هربوا، المفروض طيب نلحقهم ولا ايه؟ ولكن كريس بيرد عليها وبيقول لها يا شيخة دلوقتي اتشجعتي، على العموم مش لازم، سيبيهم يهربوا، دول شوية حشرات مالهمش لازمة. والنظام بقى بيهني كريس هنا انه حصل على سلاح كورك واللي هو فأس المعركة القوي، واللي بيكون ايه من النوع الفضي ده، غير ان تأثيره بيسيب انفجار مع كل هجمة. وكمان حصل على شفرة اسنان التنين من النوع الفضي واللي تأثيرها بيكون قوي جدا وبيسبب حروق مع الجروح. اما بقى السلاح التالت فهو نوع من انواع الخناجر واسمه الخنجر البرونزي. والمعلم كريس بيقول لا بجد اسلحة كويسة، حتى لو مش هستخدمها ممكن ابيعها بسعر كويس، ولكن خليها دلوقتي اما نشوف هعمل بيها ايه بعدين. وده لان كريس بيفكر هيروح فين دلوقتي وايه محطته الجديدة. وتينا هنا بتشكره وبتقول له شكرا، انا مش عارفه اقول لك ايه، انت انقذت حياتي، انا مش عارفه اكافئك ازاي. وبتقرب منه كده ولكن بطلنا بيبعد عنها وبيقول لها ما تظبطي يا بت كده. ولكن تينا بتقول له انا اسفه ولكن انا مش عارفه حتى اسمك ايه لحد دلوقتي. فكريس بيقول لها اسمي طيب ركزي بقى الفتره الجايه كده في قائمه ترتيب لاعبين المعركه، والترتيب العالمي ها مش المحلي، علشان هتشوفي اسمي اللي هيكون اول اسم فيها قريب. وبعد كده بقى بيسيبها وبيمشي وبيطلب منها ان هي تكون حذرة المرة اللي جاية. وبتفضل تينا واقفة تفكر كده وبتقول تصنيف القوة انت اكيد بتهزر، فبتحاول تجري وراه كده ولكن ما بتلحقوش. وبيفضل بطلنا كريس مكمل طريقه وسط الصحراء، ولكن فجأة كده وبدون اي مقدمات بيظهر له وحش السايفر واللي بيكون من المستوى السادس. ولكن تفتكر عمنا كريس بيفرق معاه العبط ده؟ اكيد لا، ده بيقول له حمد لله على سلامتك، ده انا كنت مستنيك يا راجل، كل ده تسيبني زهقان، ده انا مشيت كتير قوي، يلا بقى عايزين اثاره وحماس. وعمنا كريس بيهاجموا كده وبيقطعوا الحتت بالسيف وبيخلص عليه من اول ضربه، ولكن بيظهر كذا واحد تاني ولكن بيخلص عليهم كلهم برضه. والنظام هنا بقى بيعرفوا انه نجح وقتل كل وحوش السايفر حتى اللي كانوا منهم في المستوى الثامن. وهنا بقى كريس بيقول حلو قوي كده، انا كده هضم وحوش من المستوى الثامن، وعلى الرغم من ان المهمة اللي جاية دي مزعجة ولكن مش مشكلة، كل قصادي اني اوصل للي انا عايزه. وبيكمل كريس طريقه كده وبيوصل عند كيميائي كبير اسمه موران واللي بيقول له اهلا بيك، انا كنت مستنيك من بدري. فالنظام بيسأل كريس هو انت قابلت مهمة العالم الكيميائي موران؟ والنظام بيفكروا باسم المهمة واللي هي مهمة موران. والمهمة دي سهلة وبسيطة لان كل اللي مطلوب منه بس هو انه يروح للصحراء ويجمع 100 عشبة من اعشاب الشلل ويجيبها لموران. ووقت المهمة بيكون يوم واحد بس، ولكن بنعرف ان الاعشاب دي نادرة جدا ومش موجودة غير في الصحراء وبس. فبيفتكر المعلم كريس ان في حياته اللي فاتت قابل حاجة زي كده، وان المهمة دي هتسهل له الوصول للمدينة واللي هي بتكون اصلا هدفه من الاساس، لان المكان ده مليان بوحوش الرعد واللي علشان كده لازم يروح ويبقى وحش رعد، وكمان معاه مقاومة عالية وقوية جدا ضد الصواعق. وده لان بعدها هتقل جرعة الرعد السحرية في العالم، وجرعة واحدة مضادة للكهرباء هتبقى قليلة لان كده الكل هيحتاج اكتر من جرعة. وساعتها بقى هتكون تمن العبوة الواحدة بسعر خيالي، ويمكن تسوي كده عشرات الالاف من العملات الذهبية. وفي حياته اللي فاتت في واحد
واحد كسب ملايين بسبب التجارة دي، ولكن هو لو كمل المهمة وجمع أعشاب الشلل دي فهيعرف وصفة صناعة جرعات مقاومة للكهرباء، ويمكن هو يستخدم الاستراتيجية دي ويبقى ملياردير. وبما ان النهاردة هو اليوم اللي وصل فيه موران للمدينة، فأكيد بعد ما تخلص المهمة دي وحاجته توصل له هيروح مكان معزول يعيش فيه لوحده زي الحياة القديمة، وده معناه ان دي الفرصة الوحيدة اللي ممكن اعرف بيها الوصفة دي. فبيوافق كريس على انه ياخد المهمة دي، وبيروح كريس على الصحراء وبيبدأ يدور على العشبة النادرة، واللي بالفعل بيلاقيها، ولكنه بيكون عارف ان الموضوع مش هيكون بالسهولة دي، وده لانه بيلاقي عقارب الرعد واللي بتبقى كل مهمتها ان هي تحرس العشبة دي، والعقارب دي بتكون كتير وكلهم من المستوى السادس واعلى كمان. ولكن كريس بيكون عارف كويس انها مش مصدر خطر ليه دلوقتي، وده لانه اقوى منها بكتير، ولكن الخوف من الزعيم بتاعهم. والمعلم كريس هنا ولا بيهمه اي حد، وبيدخل كده وسطيهم وهو بيفكر وانه محتاج ينمي ويحسن مهاراته اللي اخدها الفترة دي، وده علشان يستخدمها في فن التجميع السريع. والمعلم كريس بيبتدي فعلا يجمع في الاعشاب دي، وبيحاول كده يعلي من مستواه ومهارته، وده لان في فرصة انه يعلي المهارة دي بنسبة 5% زيادة، وكمان يجمع الاعشاب النادرة اسرع بكتير. ولكن طبعا ده هيستهلك جزء كبير جدا من طاقته، وبعد فترة بسيطة بيقدر انه يجمع كل الاعشاب اللي موجودة في المنطقة كلها. وهنا بقى كريس بيقول ما الموضوع طلع سهل اهو، امال مكبرين الموضوع على ايه؟ يلا نروح مكان تاني كده نجمع شوية من الاعشاب دي. ولكن مع اول خطوة لجوه الصحراء بيظهر الوحش المتحول ويست، والنظام هنا بقى بينبه كريس ان في خطر كبير جدا. فكريس بيقول له خلاص عرفت ان في خطر، اسكت بقى، على حظي انا الفاري يطلع لي وحش متحول. والمعلم كريس بيفكر هنا ان الامر صعب لحد ما بيقرر يستخدم سلاح فضي، وبيقول له النهارده انا هخلص عليك بالمصباح الفضي ده، وبيهاجمه كده بضربه واحده على طول. ولكن بيكون الدرع قوي ومحكم وصعب الاختراق، وبيقعد كريس يفكر كده في اي فجوه يحاول يخترق منها. ولكن الوحش بيحاول يهاجم كريس وبيطلق عليه وقتها قوه صاعقه الرعد، وفي نفس اللحظه دي كريس بيحاول يخترق درعه كده مره تانية، ولكن كريس بيفشل انه يخترق الدرع، وبيقول ده قوته اقوى بكتير مما كنت اتوقع، شكل كده هحتاج استدعي جيوشي علشان اخلص عليه، لاننا لو استخدمنا قوتنا القتاليه سوا هنخلص عليه. وبالفعل بقى الجيوش بيحضروا كلهم كده وبيهاجموا الوحش ده، والمعلم كريس بينشط المهارات كلها، واللي من ضمنها مهاره مخالب الارض، ده غير كمان مهاره النار والروح الخاصه بكريس. وبيفضل الفريق كله مستمر في مهاجمه الوحش، وده علشان يسيطروا عليه باي طريقه، ولكن كل الاضرار اللي حصلت له بتكون بسيطه. فالمعلم كريس بيستخدم بقى واحده من المهارات كده، والجيوش بيكتفوا الوحش ده. وهنا بقى واحد من زعماء الجيوش بيهاجمه وبيضربوا ضربه قويه جدا، ولكن برضه الوحش بيفضل مكمل وبيبقى لسه صعب السيطره عليه، وده علشان مفيش حاجه خالص مأثره فيه. فكريس بيقول له يعني انت مش هتهدى صح؟ لازم اتغاب عليك يعني، طيب تعالالي. وكريس هنا بيقول بما ان مفيش اي طريقه اخترق بيها الدرع ده يبقى هكسرك كده كلك على بعضك، وبيلبس القفازات اللي اخدها من الصندوق واللي بتزود قوته كده لاضعاف مضاعفه. وبعد كده بقى كريس بيقول له استعد بقى انك تتكسر حتت، والنظام هنا بقى بيزود له قوه القفازات وبيعززها، فبتبقى ضربه كريس قويه جدا وبتحقق الهدف، وهي قتل الوحش وتحويله لاشلاء. وبيهني النظام كريس انه نجح في قتل الوحش المتحول الرعدي، وبعد كده بقى بيعرفوا انه حصل على 560 نقطة خبرة، والاهم من كل ده انه يستدعي الوحش المتحول ده لجيشه، وده وحش من المستوى العاشر، واللي هو يعني اضافة مدهشة للجيش، وده لان مهاراته كتيرة جدا واكيد هيكون قائد قوي للفريق. ولكن في اللحظة دي بتظهر وحوش تانية كده علشان تهاجم كريس، وده علشان هو خد كل النباتات اللي كانت الوحوش دي المفروض ان هي بتحرسها. فكريس هنا بقى بيقول لهم جيتوا في الوقت المناسب، وكويس اني ما دخلتكش للبوابة السحرية، ويلا انا هجري معاكم حيواني الاليف الجديد، اما شوف هيعرف يلعب معاكم ولا لا.
ولكن الوحش ده مش بيتحرك من مكانه، وبيبدأ يجمع هنا شاحنات الرعد وبيصعد كل الوحوش دي. فالمعلم كريس هنا بقى بيستغل ده وبيخلص عليهم كلهم كده بكل سهولة. ولكن في اللحظة دي أخيرا النظام بيعرف كريس إنه وصل للمستوى العاشر، وده كان هدفه أصلا من البداية. فالمعلم كريس هنا بقى بيقول والله طب كويس كده ترقيتين مرة واحدة في المستوى، وبيعرفوا النظام إنه كده وصل للسلاح الفضي الأسطوري خلاص، وكمان حصل على معدات تانية كتير على ترقيته دي، ده غير الهدايا اللي موجودة في صندوق الكنز هي كمان، واللي كانت أسلحة من المستوى الفضي. فالمعلم كريس بيقول ده كده فل الفل، أنا مش محتاج كل ده، ولكن أكيد الأسلحة دي غالية جدا، ولو بعت واحد منهم فكفيل إنه يحسن المستوى المادي لعائلتي. وبعد كده بقى النظام بيعرفه إنه كده خلاص خلص كل الوحوش اللي في المنطقة، وإنه كمان كسب كتاب المهارات الذهبي واللي بيكون مخصص لمهنة الصياد. فالمعلم كريس هنا بينبهر وبيقول مش معقولة كتاب المهارات الذهبي بقى ليا، وبيعرفوا النظام هنا ان شروط التعلم من الكتاب ده انه يبقى للصيادين وبس. فالمعلم كريس هنا بيبقى مبسوط جدا وبيقول دي مفاجأة حلوة قوي، انا ما كنتش متوقع كده خالص. والنظام بيعرفه هنا ان الكتاب ده بيتسجل كله تلقائيا، والنظام بيعرفه هنا ان الكتاب ده بيتسجل كله تلقائيا في ذاكرة اللعبة، ولانه بقى ملكه خلاص فبتحصل على كل المهارات والقوة اللي فيه. والمهارة اللي فيه جديدة بالنسبة لك هي مهارة صائد الموتى، فبيعرفوا هنا ان بالمهارة دي يقدر يرجع 20% من صحة جيوشه، وبيسبب ضرر اكبر بنسبة 20% للعدو. فالمعلم كريس بيفكر كده وبعد كده بقى بيقول 20% من الصحة، طيب ما انا كده ممكن اساعد العقرب لانه محتاج لعلاج، لان انا ده شملت جثته، وكمان لانه ساعدني من شوية في المعركة، وهنعمل مع بعض فريق جامد. وبيقول له يلا نحاول ونشوف هيحصل ايه. وهنا بقى بيستخدم مهاراته كده على العقرب المتحول، والنظام هنا بقى بيعرفه ان العقرب قوته وصلت ل 80%. فكريس بيقول وقت التسخين كده خلاص خلص، لان دلوقتي وقت ان احنا نروح للمدينة الرئيسية، بس الاول نوصل لادوات التأمين اللي محتاجينها علشان شكل اللعب كده هيحلو. ولكن مرة واحدة كده بيلاقي ايد بتمسكه من ظهره، وبيرجع تاني لمنزله وامه بتكلمه وبتقول له الحق ابوك بسرعة، ده واقع على الارض وشكله تعبان جدا ومش عارفة اشيله لوحدي، قوم تعالى ساعدني بسرعة يلا اما نشوفه ماله. فكريس بيروح لوالده كده وبيساعده انه يقعد على الكنبة، وبيقول له على مهلك يا حاج مش تخلي بالك. وام كريس اللي اسمها بيا تقول لوالده جون مش تخلي بالك، هو انت فاكر نفسك لسه صغير؟ الموضوع ما كانش صعب يعني، وما كنتش لازم تصمم انك انت اللي تصلح التكييف، انت تفهم ايه في الشغل ده، كان لازم نتصل بالفني بس. يلا الحمد لله، واهي الفلوس اللي انت وفرتها هتتصرف على علاجك دلوقتي. فالمعلم جون بيقول لها انا كنت بحاول اوفر على قد ما اقدر، علشان الاسبوع اللي فات الغسالة باظت وصلحتها، فقلت يمكن اعرف اصلح التكييف، كنت عايز اوفر فلوس التصليح، ولكني ما كنتش اعرف ان الموضوع هيبقى صعب كده. وبعدين الوقعة مش صعبة للدرجة دي، ما تقلقيش قوي كده، دي اصابة صغيرة وهتخف مع الوقت. ولكن استني، المفروض اني اروح اجيب البت تانا من المدرسة. ولكن بطلنا كريس بيبقى واقف وسامع الحوار كله وزعلان جدا على حال والده. وهنا بقى بيقول لنفسه انا اللي هروح اجيب تانا من المدرسة. وبعد كده بقى في اليوم اللي بعده بنشوف بيا وجون نايمين، ولكن بيصحوا كده على صوت دوشة جامدة بره، فبيقوموا يشوفوا ايه وبيكونوا مرعوبين. وبيا هنا بتطلع وبتقول لكريس ايه الدوشة دي، هو انت اللي عامل الدوشة دي بدري كده؟ مالك يا عم على الصبح؟ ولكن الصدمة هنا ان هما بيتفاجئوا بعامل بيركب شاشة تلفزيون جديدة في الصالة، لا وكمان نص اجهزة البيت اتغيرت واللي من ضمنهم التكييف ده. وبعد كده بقى العمال بيعتذروا عن الدوشة وبيقولوا له ما تقلقش احنا قربنا نخلص. ولكن جون وبيا هنا واقفين مصدومين مش فاهمين اي حاجة، مين دول وبيعملوا ايه واجهزة ايه دي اللي ابنهم اشتراها. بعد كده بقى ابوه وامه بيندهوا عليه علشان يشوفوا هو جاب الفلوس دي كلها منين.
ولكن بطلنا اصلا ما بيكونش في البيت، بيكون بيتدرب في الجيم وهاري نفسه على الاخر، وطبعا المعجبات حواليه كتير. وبعد كده بقى بتسأله الموظفة تحب تحجز معانا اشتراك سنوي، فالمعلم بيوافق وبيديها البطاقة، وبيبقى عمل كده بس علشان بابا ومامته واخته علشان يجوا في اي وقت للنادي هما كمان. وبتكون الموظفة دي هي كمان بتكراش عليه، بس لما بتشيل عينيها من عليه وبتنتبه أخيرا للفيزا بتتفاجئ إن هي للودايع اللي أكتر من 5 مليون. أما بقى المعلم كريس فبيرن تليفونه من باباه ومامته، فالمعلم بيقول لهم إن الفلوس دي كانت جايزة خدتها كده من مسابقة ألعاب، وبيطلب منهم يرتاحوا في البيت وهو هيجيب تالة. وبتبقى الموظفة هنا عينيها كده بتطلع قلوب، واللي هو ازاي موهوب قوي كده وهو في سن صغير. وبعد كده بقى وفي مدرسة تالا بتكون المعلمة خارجة من المدرسة، فبتسمع مجموعة من البنات بيتكلموا، وواحدة منهم بتقول ان اخوها جايب لها الكيكة اللي بتحبها، بس بتفتكر ازاي اخوها دايما بيلعب ومش مهتم بيها، وبتطلع يا عيني وهي متضايقة. بس بعد كده بقى بيقابلها واحد واللي بيكون مجمع عصابته كده، والولد ده بيكون بعت لها كذا مرة تجيله ولكن هي بترفض، فقال لك بقى اجيلها انا المرة دي. والمعلم بيحاول يلمسها كده ولكن بتضرب ايده لبعيد ولسه هتمشي، فالمعلم بيزقها وبيروح يضربها، وبتكون المعلمة تالا مرعوبة ولكن ما بتحسش بحاجة، وبيصرخ الولد هنا بسبب بطلنا كريس، واللي بيمسك ايده كده بيكسرها له يا صديقي. والمعلم بيقول له ازاي تتجرأ تضايق اختي، وبتتفاجئ تالا هنا من وجود كريس، واللي بيهجم الولد عليه هو وعصابته، ولكن طبعا كريس محدش قده، بيضربهم الاربعة، واحد بالبوكس وواحد بالرجل، وخلاص الموضوع بيخلص، وبيكون الكل متفاجئ من قوته. والمعلم بيقول لها يلا بينا وبياخدها وبيمشي. وبعد كده بقى بتسأله ايه اللي جابه لمدرستها، فبيعرفها ان ابوها وقع وامها معاه، فالمعلمة بتخاف ولكن بيطمنها ان هما كويسين. وبعد كده بقى بيمشوا جنب بعض ساكتين كأنهم اول مرة يشوفوا بعض، وبتبقى المعلمة تالا ماشية جنبه وهي مكسوفة ومش عارفة اصلا تكلمه في ايه، وبتحس كده انه اتغير عن زمان. بس بيقاطعها بقى زمايلها البنات واللي بيقربوا منها وبيمدحوا اخوها، وانه ازاي جالها ياخدها وازاي وسيم وقوي كده. وبعد كده بقى بتسألها واحد منهم انت ليه ما حكيتيش عنه قبل كده، ولا انت خايفة عليه مننا؟ فبتروح المعلمة تالا تبص لاخوها كده وعلى ازاي هو فعلا وسيم، وان ازاي بنات المدرسة كلهم معجبين بيه. وبعد كده بقى بتروح واحدة من البنات تكلمه، فبتلاحظ تالا انه كمان طويل وبقى عنده عضلات كده وواد جامد، وبتسأل نفسها هو امتى بقى كده، ايه التغيير ده كله؟ لانه في العادي بيعيش حياته وحيد وما عندوش اصحاب، وبيرجع يلعب في اوضته وما كانش ابدا بيتكلم معايا. وبعد كده بقى البت بتودع زمايلها، فالمعلم كريس بينادي عليها وبيشاور لها كده تطلع على ظهره، فالبت بتتكسف منه ولكن بيشيلها وبيقول لها ايه هتمثلي لحد امتى؟ زمايلك مشيوا وانت لحد دلوقتي مش عارفه تمشي، وانه انتبه لما وقعت على رجليها، وبتتفاجئ انه انتبه. وبعد كده بقى بياخدها وبيرجع للبيت، واللي باباه ومامته بيستغربوا انه شايلها، فبيعرفهم ان هي اتعورت، بس بيكونوا مستغربين واللي هو من امتى وعلاقاتهم كويسه كده. وبعد كده بقى بياكلوا وبيقوموا يغسلوا الاطباق، والعيله كلها قاعده مستغرباه هو من امتى بيقعد معاهم اصلا ولا بياكل معاهم. لا ده كمان طلع يغسل الاطباق وبدل الاجهزه بتاعه البيت، وكمان علاقته باخته رجعت زي ما كانوا وهم صغيرين. وبتبقى اخته مستغربه وبتسال نفسها هو فعلا اخويا اتغير؟ فبتلاقي المعلم بقى بيقول لهم انا خلصت وخلاص داخل اوضته. فالبت بتقول لنفسها توقعت ايه يعني، طبيعي ان ريما ترجع لعادتها القديمه، بس فجاه كده بتلاقيه بيديها دواء علشان رجليها. وبعد كده بقى بيدخل وهو بيقول لهم محدش يقاطعني الا لو في حاجه مهمه، والبت بتفرح جدا انه مهتم بيها. وبعد كده بقى بيقعد على الكرسي وبيقول كل حاجه كده في البيت زي الفل، جه الوقت بقى اني ارجع للعبه. وبعد كده بقى بيدخل لمنطقه الرمال الملتهبه، والمعلم لسه ما بيكونش معاه اي دليل يلاقي بيه المؤن، فبيقرر يركز على الترقيه وانه يكمل المهمه بتاعته ويحسن قوته ويدور على الادله ببطء. وبعد كده بقى بيدخل للمدينه وبيكون في حارس ماسك واحد كده بيقبض عليه، فالمعلم بيستخبى بسرعه وبيكون مش عايزه يلاحظه، وده علشان حراس المدينه هنا بيكون عندهم
انتباه قوي جدا لأي حد ارتكب جريمة، وبيقرر بما انه خلص المهمة بتاعته يروح بقى ويرجع زميله القديم، زميله اللي ما شافهوش من زمان. وبعد كده بقى بيروح الكنيسة للقسيس وبيقول له انه من دار الايتام الخيرية، وانه سمع ان في مريض هنا بيعاني من مرض خطير وهو جاي يعالجه، وبيكون المريض ده اسمه دوجي. وده بقى كان في يوم من الايام احد اقوى الفرسان في البلد، وهو عنده 15 سنة بس، وكان معاه سلاح من المستوى الذهبي. وبعد كده بقى بيروح له وبيقول له انه جاي يعالجه، فالمعلم دوجي طبعا بيتريق عليه علشان هو لسه في المستوى العاشر، وان الحراس اللي في الشوارع مستواهم اعلى منه. والمعلم هنا بيكح دم، فكريس بيقول له السموم بدأت تاكل في جسمك، يعني لو ما وافقتش على علاجك اكيد هتموت، وده خلال شهر واحد. فبيقول له ان علاج السم اللي في جسمه كيلو دهن سمك خيشومي، فلو مش خايف من الموت يروح يجيبهوله. واللي بالفعل بيفعل النظام كده مهمة للمكان ده زي ما دوش طلب، وبتبقى المهمة دي من المستوى الذهبي. فالمعلم كريس بيوافق على المهمة. وبعد كده بقى وفي بحيرة غريبة بيكون السمك الخيشومي ده وحش من المستوى ال15، وبيكون في مجموعة من الصيادين هناك بيحاولوا يصطادوه، بس بينبه الزعيم الباقيين ان هم يخلوا بالهم كويس، وده علشان عضتها وحشة، فبتهاجم السمكة بديلها، واللي هو نظام انا محدش يتوقعني. وبيكون في ناس وقعت في البحيرة والسمك بيقرب منهم وهيعمل عليهم حفلة، والقائد هو كمان السمكة بتضربه وبتهجم عليه علشان تاكله، وخلاص بيستسلم لمصيره وان هي خلاص هتخلص عليه. ولكن فجأة كده بيظهر كريس واللي بيسحبه من قفاه وبيضرب السمكة، فبيقعد القائد يكح جامد كده ومش مصدق حرفيا انه فلت من انياب السمكة. والمعلم لسه هيشكر كريس ولكن مش بيلمح غير خياله وهو بيهاجم بحيرة السمك، وبيستفز الكل فبيخرجوا يهاجموه، وبيقول له خلي بالك. وبيرجع المعلم كريس لورا وهو بيقول مهما كان عدد السمك فهو هيعمل منهم حفلة شاوي، واللي بالفعل بيخلص على السمك واحدة ورا التانية، والقائد وشلته واقفين متفاجئين، وده علشان هم 8 والسمك كان هياكلهم، والمعلم لوحده خلص على 5 منهم. لا ده كمان عمل كده بسرعة كبيرة ولسه مكمل كمان. وبيقول القائد بتاعهم اكتر حاجة مرعبة هي مهارة الهجوم الجماعي للسمك ده، وهو استفزهم فاكيد هيستخدموها، واللي بالفعل السمك بيتجمع، فبيبلغوا النظام ان السمك بيفعل دلوقتي مهارة جماعية، واللي اي حد بيكون في النطاق بتاعهم بيتسمم على طول، وبتبدأ عنده اعراض ارتباك وهلوسة. فبيطلع المعلم كريس البوابة وبيطلع منها ملك الذئاب، واللي بيهاجم السمك بصوته فبيدوخهم كلهم، وبيحط كريس قناع كده وبيهجم عليهم يقتلهم واحد ورا التاني، والنظام بيبارك وبيقتل اخر واحد منهم. وبيكون القائد هنا مبهور جدا، فبيقول واحد منهم لسه بدري على انهم يفرحوا، واللي بالفعل بيجي مجموعة كبيرة من السمك وبيطلع المعلم كريس الوحش المتحول وبيقول له يلا روح العب شوية، واللي بيفعل كده مهارة الرعد البلوري وبيهاجم السمك كله، بيهاجمهم كلهم كده مرة واحدة، واللي بيعور اغلب السمك ولكن مش بيموتوا. وبيقول واحد منهم طبيعي انه منجحش وانه مش منطقي انه يقتل السمك كله، فالمعلم كريس بينط ليهم كده وهو بقى بيقول لهم مين قال اني ناوي اقتلهم كلهم، وبيقول لنفسه في حياتي اللي فاتت اكتشفت حاجتين مهمين عن السمك ده. وبيقول واحد من اللي معاه للباقيين ذكور السمك ده بتهاجم بعضها، وبيقول لنفسه اول حاجة لما الاناث بتموت بينزل من البيت بتاعهم حشرات المسك واللي بتجذب الذكور وبتخليهم مجانين بياكلوا اي حاجة قدامهم، واللي هو بالخاصية دي هيخليهم يقتلوا بعض، وبتهجم عليه سمكة منهم، فبيقول له واحد من اللي وراه خلي بالك، وبيبقوا متفاجئين ان في سمكة انثى بالحجم ده. فالمعلم كريس بيقول ايوه دي جت كده في الوقت المناسب، وبيأمر الذئاب الفضية هنا ان هي تهاجمها، ولكن مستواها طبعا اكبر منها بكتير، فبيتدخل بنفسه وبيقتلها، وبعد كده بقى بياخد البيب بتاعها وبيجمعه جوه دماغها، وده علشان يزود القتل ما بين السمك. وهنا بقى بيكون اللي ورا مش فاهمين هو بيعمل ايه بالظبط، بس بيقول كريس للذئب يحط الراس في الصخرة اللي في مركز البحيرة
البحيرة. وبيكون المعلم واثق هنا ان السمك الذكور هيفضل يضرب دماغه في الصخرة علشان يوصل لها. فبيقول واحد من المجموعة واضح كده ان بيض السمك ده في حاجة كده بتجذب الذكور. وهنا بقى بيفهموا انه كان متعمد يعمل كده. وبيطلع المعلم كريس وحوش كوبولد من البوابة وبيقول لهم يلا جه وقتكم. واللي بالفعل بيروحوا يقتلوا السمك واللي بيطلع منهم سائل ازرق. فبيسألوا واحد من المجموعة ايه ده يا عمنا؟ فبيقول لهم ان ده سم موجود في الذكور وبيسمم اي سمك موجود في مسافة 5 متر. وبكده بقى هيهربوا، واللي حتى لو ما هربوش فالسم هيخليهم دايخين. واللي بالفعل فيه سمك بيهرب وفي منهم برضو اللي بيتسمم. فبيقول كريس اخيرا وقت الحصاد، وبيكون الكل مبهورين بيه. والمعلم كريس هنا بيروح يقتل السمك اللي دايخ وبياخد المعلم 12,000 نقطة خبرة. وبعد كده بقى بيوصل للمستوى ال11. فبيقول لنفسه كل ده بفضل الله وبفضل جولات الخبرة اللي خدتها من حياتي اللي فاتت وكمان القناع ده. وبعد كده بقى بيطلع جهاز وبيجمع الكيلو من زيت السمك اللي محتاجه. وكمان اخد حاجة تانية اسمها انف الموجة، حاجة كده من المستوى الفضي واللي بتكون مصنوعة من جلد السمك وبتطلع فرمون السمك واللي بيخوف الاسماك الاصغر. وبيكون المعلم مش عارف يحدد هل المكافأة التانية دي حلوة ولا مصمم اللعبة بينصب عليه. وبيكون القائد بتاع المجموعة هنا مبهور بالمكافأة اللي اخدها. فبيسأله كريس انت فعلا البتاعة دي عجبك؟ فبيطلب منه القائد يشتريه منه بأي سعر هو عايزه. وبعد كده بقى بيجي زميله يتأسف لكريس واللي بيحدف له المكافأة وبيرفض ياخد فلوس. فبيحسوا القائد كده ملاك وبيكون اللي معاه مش مصدقين انه كان عايز يدفع فلوس في اللعبة دي. وبعد كده بقى كريس بيرجع لدوج واللي بيحط عليه الزيت اللي جمعه واللي بالفعل بيتعالج. وبيقول له انه ما كانش يتوقع انه يقدر يجمعها. وبعد كده بقى بيبارك له النظام انه خلص المهمة وبيسلمه المكافأة سلاح ذهبي. فبيطلع هنا السيف الجديد وبيكون مبسوط مصدوم بقى انه اخيرا اخده، وده كان اول سلاح في حياته اللي فاتت. وبعد كده بقى بيبدأ النظام يعدله الفوائد بتاعة السلاح ده واللي منها طبعا زيادة الضرر للأعداء وختم لعنة التطهير لمسافة 150 متر. وبيكون المعلم مبسوط وده علشان كل ضربة هتراكم طاقة تطهير الروح في العدو. وبكده بقى بثلاث ضربات بس هتسبب ضرر عقلي بنسبة 250%. وبيكون السيف ده هو اللي وصل معاه للقمة في حياته اللي فاتت. وبيكون المعلم مبسوط انه هيبقى معاه المرة دي كمان. وبيبلغوا النظام انه نجح في مهمة السمعة وزود سمعة المدينة 1000 مرة وسمعة الفرسان فيها ل500 مرة. فالمعلم بيقول لنفسه رغم ان هي مكافأة من مستوى قليل الا ان هي كفاية علشان يعرف يتحرك في المدينة. وبعد كده بقى بيشكروا دوج على اللي عمله معاه وانه من غيره ما كانش هيكمل للشهر اللي جاي. وبيحذروا من واحد هنا اسمه كوينسي. فبيعرفوا كريس ان ده مرشده فليه بيقول عنه كده. فبيتفاجئ دوج من كلامه ده وبيسأله لو هو صياد استدعاء للأرواح. فبيسأله عرفت ازاي وبيكون مستغرب علشان المفروض طالما هو مخبي وظيفته فحتى كوينسي ده ما يعرفش هي ايه. فبيعرفوا دوج انه في منظمة الفرسان السرية وكانوا هناك بيعملوا مهمات مختلفة للملك واللي منها ان هم يصطادوا صيادين الأرواح واللي علشان كده اتعلم مهارة اسمها الإدراك المظلم. ودي بقى مهارة فريدة لفرسان أسد الذيل الشرير واللي بمجرد ما يظهر صياد أرواح بيحس بيها على طول واللي كل ما يقرب كل ما بيتأكدوا أكتر. فالمعلم بيسأله لو كان عارف من الأول فبيقول له إن السم كان مقصر بس لما اتعالج قدر يحس بطاقة سيد الظلام اللي جواه. فبيسأله المعلم كريس هي إيه طاقة سيد الظلام دي؟ فالمعلم بيقول له إن هي أسطورة قديمة حاجة كده كانت في عالم الخلود وإن كان فيه 5 ملوك ملك النور وملك الظل وملك القمر وكمان ملك الطبيعة وملك المد والجزر. وما علينا بقى كده الملك هو واحد الله الحي القيوم. اذكر الله كده يا صديقي. يلا نكمل. وبعد كده بقى بيقول له ان في واحد سادس وهو سيد الظلام واللي بيكون معروف باسم ملك الموتى الأحياء وده بقى الأقوى ما بين ال6 واللي بسبب كده كان بيعمل اللي هو عايزه وبقى عنده أتباع أقوياء جدا وعنده قوة مظلمة جدا والصيادين اللي تحت إيديه بقوا زيه. وظهر صيادين الأرواح مع الوقت واللي استغلوا قوتهم علشان ينشروا الطاعون وده علشان يقتلوا عدد كبير جدا من الناس وحولوا أرواحهم الميتة دي لزومبي وده طبعا عمل كوارث ملهاش نهاية. فال5 اللي باقيين اتحدوا ضده
وقتلوه، حرقوا السجلات المتعلقة بيه، واي صياد ارواح بيكتشفوه بيتقتل على طول. وان حتى لو هو اتصاب في قتال ليه ضد صياد ارواح، فالسم بتاعهم ده بيخلي الشخص المصاب ده يعاني ل10 سنين وبعدها بيموت. وان هو كمان كان مستني موته لحد اما هو ظهر. وبيكون المعلم كريس اول مرة يعرف الاسطورة اللي ورا وظيفته، وبيفهم هي ليه مهنة تنافسية، وبيشكر حظه هنا انه مخبي وظيفته، وبيكون لسه بيفكر في اي طريقة يخفي بيها الوظيفة عن الحراس، وده علشان لسه هيفضل في المدينة الرئيسية، واللي ساعتها لو اكتشفوه هيقع في مشاكل كبيرة. وبعد كده بقى بيسأل المعلم دوج عن طريقة، فبيقول له ان مفيش للاسف، واللي علشان كده بينصحه يبعد عن كوينسي، وده علشان بمجرد ما يكشفه على طول هيقتله. وفي النهاية هو صياد ارواح زيه، ده قتل مراته قبل كده. فالمعلم بيقول له انه لازم يقابله، فبيقول له دوج انت مجنون يا ابني، ده اكيد هيقطعك لحتت، صدقني ده ما ينفعش يكشفك. ولكن بيقول له انه مضطر. وبعد كده بقى بيكون ماشي، ولكن فجأة كده بتظهر مجموعة من الرماح، فالمعلم بيتفاداها بسرعة وهو بيسأل مين، فبيطلع انه كوركو وعصابته، وبيقول له انه بقاله شهور بيدور عليه وانه اخيرا لقاه، بس المرة دي بقى جايب له معاه 30 واحد. وبيقول له جوان انا عايز اسمع صوت صريخه وهو بيموت. وبعد كده بقى بتوصل حشرة واللي بتعمل كده بس مباشر، والمعلم جوان بقى بيقول للكل احنا بدأنا بس مباشر علشان يشوفوا معاهم الحدث السعيد ده. وبيكون الكل منتبه للحدث وبيتابعوه كويس علشان 30 ضد واحد، وبيسألوا يا ترى عمل ايه وازاي استفز نقابة الدم. اما بقى المعلم كريس فبيقول لهم المرة اللي فاتت كنت رحيم بيكم، بس طالما بقى سلمتوا نفسكم المرة دي فمحدش يلومني على اللي هعمله. وبتبدأ هنا التعليقات من المشاهدين، منهم اللي شايفه مجنون ومنهم اللي معجب جدا بشجاعته. وبيتعصب المعلم كورك هنا وبيأمر الباقيين ان هم يهجموا عليه، وبيبلغوا النظام ان معاه هجوم مضاد لمدة 15 دقيقة ومش هيتحسب ليه قتل اي حد منهم من ضمن قيمة الخطيئة. فالمعلم بيقول انه مش محتاج ل 15 دقيقة، لان هو في دقيقة واحدة بس هيخلص عليهم كلهم. وبيطلع جيش الزومبي بتاعه هنا وبيقول لهم يلا نلعب. وبتبدأ الوحوش تنضم للحفلة، فبيسحب المعلم كورك جنوده وبيقول لهم يلا فعلوا نظام السحر، واللي بالفعل بيعملوا كده وبيهاجموا جيش الزومبي. وبيكون عدد المشاهدين عمال يقل علشان بيكونوا متأكدين ان جيش الزومبي هيخلص على ال30 واحد دول في ثواني بس، وبيراهنوا على المدة اللي هيقتلهم فيها. بس يا ترى بقى ايه اللي هيحصل بالظبط يا صديقي؟ عايز اقولك ان الاحداث بتزداد حماس، بس علشان تعرف ايه اللي هيحصل ويوصلك الاحداث الجديدة يبقى ظبط بقى الدنيا كده، لايك للفيديو واشترك في القناة، والاهم طبعا اذكر الله وصلي على النبي.